السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سيلي's كيتشن. النهاردة بقى هنعمل وصفة بسيطة وسهلة وكلها فيتامينات. وصفتي النهاردة هي الجزر بالبرتقال. ازاي هنعملها بطريقة المهلبية أو البودنج، ولكن بطريقة سهلة وبسيطة، والأطفال مش هيلاحظوا إن أصلا فيها جزر. تعالوا ازاي نشوف الوصفة والمكونات. وقبل ما أبدأ وصفتي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. في البداية احتجت لوصفتي 700 جرام من الجزر، يعني تقريبا 4 جزرات كبار. وياريت نلتزم بالظبط بالمقادير والأوزان بتاعتها علشان الوصفة تطلع مظبوطة. وصفتي النهاردة هحتاج لها 700 جرام من الجزر، وكمان هحتاج لها حوالي كيلو و400 جرام من البرتقال. أنا قطعت الجزر عندي شرايح، وتعالوا بقى نقسم البرتقال نصين عشان نبدأ إن احنا نعصره. هحتاج طبعا 5 برتقانات بالشكل ده، هو الكيلو ونص تقريبا هيطلع حوالي 6 برتقانات. وزي ما قلتلكوا أهم حاجة نلتزم بالمقادير بتاعة الوصفة علشان تطلع زي ما قال الكتاب. كده حطيت البرتقان بتاعي على جنب، وتعالوا نبدأ في مرحلة العصر. وهنبدأ بقى على العصارة، إذا كان في عصارة اللي هي الكهربائية أو العصارة العادية بتاعت زمان بتاعتنا، أو هتعصريها على إيدك زي الليمون، مفيش أي مشكلة خالص. المهم إن احنا في المرحلة دي هنعصر البرتقان، وكمان هنصفي كل التفل اللي جواه عشان مش عايزة فيه أي شوائب. وتعالوا نشوف بقى، بصوا البرتقانة ازاي حلوة جدا، خلاص اتعصرت تمام، يعني القشرة طالعة من غير أي عصير خالص. وادي بقى شرايح الجزر بعد ما قطعناها شرايح رقيقة، حطيناها بقى في حلة فاضية، أي نوع من الحلل موجودة عندك مفيش أي مشكلة. كده أنا نزلت كل الجزر اللي أنا قطعته. وتعالوا للخطوة اللي بعد كده، هنبدأ نضيف عليها 3 كوبايات من المية كبار، يعني معادل لتر إلا حاجة بسيطة. طيب نعايرها ازاي؟ نقدر ان احنا نحط مية على الجزر لحد ما يغطيه، وبعد كده هنرفعه على النار بالظبط ربع ساعة على نار عالية، وهيكون هو ده شكله. لو لسه بتعملي شوية حاجات في المطبخ تقدري توطي عليه، ممكن يقعد لتلت ساعة أو نص ساعة على البوتاجاز. وبالهاند بلندر أو الخلاط أو أي آلة تقدري ان انتي تفرمي الجزر ده ويكون كريمي وناعم بالشكل ده، تقدري تعمليه عادي. وادي بقى هو ده القوام الكريمي اللي انا بقولكوا عليه، وازاي فقاقيع الهوا ازاي طالعه منه. هو كده مفهوش ولا نقطة جزر واحدة تبان ان هو اصلا جزر. وبعد كده ضفت عليه نص كوباية من السكر، وفي بقى اكياس فانيليا طالعة من فترة قريبة، اللي هي فانيليا برتقان، اللي احنا بنحطها في كيكة البرتقان عادي جدا. وبعد كده على عصير البرتقان البارد هنبدأ ان احنا نضيف 2.5 معلقة من النشا. بعد ما ضفنا النشا على البرتقان هنبدأ ان احنا بقى نقلبه كده علشان يختفي كل النشا اللي موجود، يعني مش عايزة يكون في اي تكتلات موجودة مع النشا والبرتقان اللي احنا عملناه. وبكده خلاص قلبته كويس جدا. وطبعا هنا عندي بقى السكر اللي انا حطيته، كمان الفانيليا هنقلبها. انا سبته دقيقتين على ما دوبت النشا في البرتقان علشان الجزر كان ساخن جدا، فساعدني ان السكر يدوب بسرعة. ونزلت مع التقليب بالبرتقان والنشا اللي احنا قلبناهم مع بعض، وهنقلبهم مرة تانية، وبعد كده نرفعهم على النار. وبالظبط ربع ساعة على نار هادية هيكون هو ده القوام الكريمي اكتر اللي انا حباه. مش عايزاها تمسك جامد قوي علشان تكون كريمية كده وسهلة معايا. وعلى طول بقى وهو ساخن هبدأ ان انا اصبه في الاطباق علشان ياخد الشكل بتاع الطبق، ويكون الوش بتاعه املس او ناعم. وبعد ما اصب بقى الاطباق اللي موجودة عندي كلها، انا هحتاج اكتر من 4 اطباق تقريبا، ولكن هحط دلوقتي الاطباق دي على التصوير علشان نبدأ نشوف ازاي شكلها. طبعا الباقي في التلاجة، عايزة اقولكوا هو بالظبط ساعتين في التلاجة وهيكون زي الفل، وتقدروا كمان تسيبوه ليلة كاملة. هو ده قوامه وهو ده شكله ولونه، بجد الاطفال مش هيعرفوا خالص ان جواه جزر. الطعم كمان رائع جدا، قريب شوية من القمر الدين، ولكن بجد وصفة سهلة وبسيطة وكلها مليانة فيتامينات، وهنحتاجها كتير قوي في الشتاء ده. فأتمنى تجربوا الوصفة وتقولولي رأيكم على التعليقات.
وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيلي's كيتشن. بالهنا والشفا، باي باي.